هاي، عاملين ايه؟ بقالي كتير مصورتش منزلتلكوش فيديو. بس قررت النهارده ارجع باكله دايت. انا عملتها قبل كده في القناه، بس ايه، يعني دي النسخه الدايت بتاعتها بقى. دي فراخ بالكاري. عاملاها بطريقه مختلفه شويه. يعني حطيت الفراخ تتسلق مع بصلتين وملح وفلفل وبهارات وورق لوري وكاري وكركم، وحطيت كمان شويه قرفه صغننين قوي. بس كده. يعني انا في العادي بحط البهارات كلها ما عدا الكاري والكركم، بس المره دي عشان يبقى الفراخ واخده طعم كده من الكاري، قلت ايه ازوده كده في الشوربه. بس إيه، هستنى بقى لما الفراخ تستوي. هو انا حطاها بقالي كده ساعه الا ربع، يعني ايه، فاضل بالظبط ربع ساعه والفراخ تكون استوت، تقعد ساعه بس. آه، يلا خليكم معايا. هنا بقى انا عملت رز بسمتي. عملته بطريقه دايت برضو. حطيت 5 كوبايات ميه تغلي في الاول لوحدها، وبعد كده حطيت لهم ملح وواحدتين حبهان. وبعد كده لما الميه غلت، غسلت كوبايتين رز بسمتي وحطيتهم في الميه. وبعدين لما الميه غلت شويه، ووطيت عليها النار وايه وسبتها تستوي خالص لحد ما الرز ايه، شرب الميه. زي ما انتوا شايفين الرز ايه خلص. بس خليكم معايا. بصوا هنا كده، لما يعني بعد ما فات ساعة على الفراخ واستوت، خدت شوية من الشوربة، شوية صغيرين، و... وخدت البصلتين اللي كانوا في الشوربة وضربتهم في الكبة خلاص، حطيتهم في الحلة زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى هزود عليهم كاري، عشان نزود بس الطعم شوية. وهنزود برضو كركم. تمام. بصوا كده بقى زي ما انتوا شايفين. انا زودت لها شوربه، شويه شوربه، وحطيت لها الفراخ. تمام. ونسيت اقول لكم كمان ان انا اصلا كنت كمان حاطه شويه بابريكا كده مع الشوربه. تمام. زي ما انتوا شايفين الفراخ بقى سيبها ايه تاخد من الصوص ده شويه. طبعا الفراخ من كتر ما هي اتهرت واستوت خالص زي ما انتوا شايفين، بتطلع من الايه، من العظم. بس يعني هسيبها 5 دقايق كده بس تشرب من الصوص، تاخد الطعم وبس. وكده بقى الهنا وشفا، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.